جنون بأم كلثوم. سعيد الطحان تاجر مصري، تاجر قطن، وكان عنده مزارع ومطاحن، فلوس وذهب وياقوت ومرجان، وكان مهووس بأم كلثوم، وكان بيحضر كل حفلاتها. تغني في مصر وراها، تغني في دولة عربية وراها، تغني في باريس برضه وراها، وفضل على كده لحد فلوسه ما خلصت وما بقاش معاه تمن التذاكر بتاعت حفلات أم كلثوم. الراجل لقى نفسه مش عارف يحضر حفلات الست، اتقهر ومرض. المهم بيقول لك ان ام كلثوم لاحظت ان الراجل ده مش بيحضر الحفلات زي عادته، فسالت عليه وعرفت ان هو عيان ومفلس بسبب حضوره المستمر لحفلاتها. المهم بيقول لك ان ام كلثوم طلبت انها تزوره، وفعلا راحت وزارته في بيته، واشترت قطعه ارض من الاراضي اللي هو كان بايعها ورجعتها له تاني، واشترت له راديو عشان يسمعها ويشوف شغله بدل ما هو داير وراها في كل الحفلات. على فكره الراجل ده كمان هو اللي قال للست في حفله من الحفلات: تاني والنبي يا ست، ده انا جايلك من طنطا. بلدي طنطا وانا احب اعيش اونطه. وطبعا طنطا اجدع ناس. بيقول لك ام كلثوم